قامت الأجهزة الأمنية في ليبيا بفتح تحقيق حول فيديو هجوم أسد على عامل مصري تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ويظهر فيه قيام مالك مزرعة ليبية بإطلاق أسد على عامل مصري في إحدى المدن الليبية، وذلك وفق ما أوضحه مصدر ليبي مطلع. أظهر الفيديو العامل المصري في حالة خوف شديد بينما كان الأسد يحيط به مستخدما مخالبه وبدأ فينهشه، وقد بدت عليه علامات الألم والذعر البالغ، في الوقت الذي كان فيه مالك المزرعة يضحك ويسخر من الموقف ويقوم بتصوير ما يحدث مطالبا العامل بالتماسك وكأن الأمر لا يحمل أي خطورة على حياته. وأثار المشهد موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل في ليبيا، حيث اعتبروا ما جرى إهانة صريحة للعامل واستخفافا بكرامة الإنسان، ودعوا إلى محاسبة الفاعل قضائيا. ولم يتم تحديد مكان أو توقيت الحادث حتى الآن، فيما طالب ناشطون النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تهدد حياة الأفراد. دعت مجموعة من الصحفيات في ليبيا إلى التحقيق مع مالك المزرعة بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته، مشيرة إلى أن الحادثة تكشف عن خلل أخلاقي واضح وغياب لقيم احترام العمالة الوافدة التي غالبا ما تتعرض للاستغلال والإساءة في مواقف مشابهة. كما أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارا لظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة داخل البلاد مع تجاهل التحذيرات الأمنية، الأمر الذي أدى إلى وقوع حوادث متكررة طالت عمالا أجانب دون وجود قوانين حازمة أو إجراءات رادعة توقف هذه التجاوزات. مزاح على غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. صاحب مزرعة ليبي أطلق أسد على عامل مصري بهدف التسلية، والفيديو يظهر العامل وهو في حالة ارتباك شديد. وناشطون وصفوا المشهد بأنه إهانة واستهتار بحياة البشر، مطالبين بمحاسبة المتورط فيها. إنها انتشر وبملايين المشاهدات، حيث ظهر الشابان في فيديو آخر يوضح فيه أنهم يعملان معا منذ 20 عاما والموضوع كان مجرد مزاح. وظهر الشاب المصري وهو يقول أنه يعلم أن الأسد مروض وغير مؤذي. الأسد والله متراوض والراجل هذا مدرب ليه وما فيش ولا حاجه ومنحيل له ضوافره ومنحيل له فمه وما فيهوش شيء، يعني قصدي مش خطر على البني ادم، بس هو مجرد انه هو هذا اسد والرهبه مش اكثر. معنا محمد اليماني من القاهرة مدرب الأسود. إحنا يا حمد شفنا أن مدرب الأسود تعرض غدر من الأسود من صاحبه ومن اللي مربي، وشفنا حالات وكوارث. هل الأسد بطبعه ممكن يكون غدار؟ ممكن الأسود مش عيجب هالكلام، بس شفنا أسود هاجمت أصحابها سواء مراوديها أو حتى في المزارع الخاصة الذين يقتنون هذه الأسود. خلونا نشوف جزء من الفيديو الأصلي الذي تنشر إسون على السوشيال وتسبب في هذه الضجة الكبيرة. كان شنو اسمه بغريك دي في روحها صحيح انا وانا انت شني يا علاء قول خليه ياخذ بوسه، بس خليه ياخذ بوسه، اعطيه بوسه يا علاء. طبعا هذا علاء المصري كان شنو اسمه بغريك دي في روحها صحيح انا وانا انت شني يا علاء قول خليه ياخذ بوسه، بس خليه ياخذ بوسه، اعطيه بوسه يا علاء قول. في ليبيا وفي فترة غير بعيدة هاجم أسد على طفل للأسف أنهى حياته، وكان الأسد مروض ويعيش مع هذه العائلة، ولكن حصلت كوارث. نرجع لمحمد اليماني. محمد، أنت الآن مع إسواتك، هل تأمن لهم؟ هل يطمن لك بأنك لم تتعرض لهجوم منهم؟ لا بصراحه ما فيش مدرب اسود بيأمن جلد الاسود. نعم. الاسود دايما في التعامل، احنا دايما بنحرص في المعامله معاهم. نعم. مدرب اللي بيأمن للاسود او يديهم الامان ده بيكون مدرب فاشل. عشان في الاول وفي الاخر دي حيوانات مفترسه، الغريزه بتاعتهم الافتراس. طب يا حمد، ما هي الحدود للتعامل مع هذه الأسود؟
إحنا بنشوف مدربين بيحضنوها وبيلعبوا معهم ويقول لك لا ده بيمزح معي. إحنا بنلعب مع بعض وهو متعود وأنا مربيه وهو صغير. فما هي الحدود التي يجب وضعها مع هذه الأسود وكيف التعامل معه؟ بص حضرتك، هو اولا مربي الاسود غير مدرب الاسود. الاسود عارف جدا مدى الخطوره اللي هو بيتعامل معاها. اما المربي يعني في حاجات كتير ناقصاه في تربيه الاسود، ما عندوش خبره. هو مجرد انه بيربي حيوان مختلف، فكره قطه خطر جدا. ولكن المدرب عارف مدى الخطوره اللي هو بيتعامل معاها، بيحط حدود وعارف امتى بالظبط الاسد ممكن يهجم وامتى بيكون هادي وامتى يدخل له، يعني بيبقى فاهم الاسد. هل ممكن يهجم عندما يكون جائعا كما شاهدنا في حالات سابقة؟ لا، هو الاسد ما بيهجمش وهو جعان. الاسد ممكن يكون شبعان ويقوم يهجم علشان يمارس غريزه الافتراس بتاعته. أيوة. هو غريزته في الافتراس. ممكن يكون شبعان ويقوم يمارس الغريزه انه يقتل بس ويكون يمارس الغريزه. ممكن تعرفنا على إسودك الظاهرين معنا على الشاشة؟ دول انا عندي لوزه دي مشهوره جدا على الميديا، مشهوره جدا على السوشيال ميديا. لوزه مشهوره جدا على السوشيال ميديا وفي علاقه حب كبيره بيني وبين. وعندي شامي ونونا، دي نونا بنت لوزه. نونا اسمها نونا. شفت الحادثه بتاعت علاء. انا بصراحه معترض جدا ان حد يهزر مع حد بالاسم، علشان ممكن الشخص ده يكون مثلا بيعاني من امراض ما، فممكن يعني يموت بسبب الامراض دي. ولكن اللي انا لاحظته ان الاسد اللي هجم عليه ده من غير انياب ومن غير مخالب. هو ما شايل منه الانياب والمخالب. الاسد ده لو بانياب ومخالب كان علاء مات ساعتها. شفتوا على خير. ولوزه تديك كوته حيه قبل ما نقفل. لوزه بعدك فوق، يلا فوق. برافو. مع السلامة. كان شنو اسمه؟ بقول لك ادي في روحها صحيح انا وانا. انت شنو يا علاء؟ قول. خليه ياخذ بوسه بس، اعطيه بوسه يا علاء. طبعا هذا علاء المصري كان شنو اسمه؟ بقول لك ادي في روحها صحيح انا وانا. انت شنو يا علاء؟ قول. خليه ياخذ بوسه بس، اعطيه بوسه يا علاء. قول. الاسد والله متراوض، والراجل هذا مدرب ليه وما فيش ولا حاجه، ومنحيل له ضوافره ومنحيل له فمه وما فيهوش شيء، يعني قصدي مش خطر على البني ادم، بس هو مجرد انه هو هذا الاسد والرهبه مش اكثر.